السلام الحباب، كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم سليلو او السفوف. كما قلت لكم بالطريقه ديال الوالده ديالي. ان شاء الله غير تبعوا معايا المراحل. كما قلت لكم البنات غير تبعوا معايا المراحل وغادي ندوز باش نوجد معكم المقادير. بالنسبه للمقادير، عندي سكر كلاصي، عندي الصوجه مطحونه، عندي زريعه الكتان محمره كذلك مطحون، عندي النافع، عندي الحمص حتى هو مطحون، عندي إلان كذلك مطحون، عندي اللوز هنايا مطحون، الزنجلان، الكاوكاو، وهذا على حسب التزيين في الاخر، وحبه حلاوه. كما قلت لكم البنات بالنسبه للمقادير، راه نص كيلو ديال زريعه الكتان، ونص كيلو ديال الصوجه، ونص كيلو ديال الحمص، ونص كيلو ديال الإلان، وكيلو ديال اللوز، وكيلو ديال الزنجلان، ونص كيلو ديال الكاوكاو، وربعه ديال حبه حلاوه، وربعه ديال النافع. ونبداو على بركه الله. وكما قلت لكم هاد اللوز راه سلقته قليته، هو باش غادي نستعمل في الاخير وباش غادي نزوق ان شاء الله. وبالنسبه للدقيق، عندي كيلو ديال القمح وجوج كيلو ديال الفرص. وبالنسبه عندي الزبده والزيت مخلطين، انا درت الزبده والزيت العود، ما درتش الزيت لي سير. نعاود البنات نذكركم بالمقادير. كما قلت لكم عندي نص كيلو ديال الصوجه محمره ومطحونه، عندي نص كيلو ديال زريعه الكتان محمره ومطحونه، عندي نص كيلو ديال الحمص كذلك محمر ومطحون، عندي نص كيلو ديال الإلان كذلك محمر ومطحون، عندي كيلو ديال اللوز تا هو محمر ومطحون، عندي نص كيلو ديال كيلو ديال الزنجلان تا هو محمر ومطحون، عندي نص كيلو ديال الكاوكاو حتى هو محمر ومطحون، وهذا باش غادي نزوق اللوز، وعندي ربعه ديال حبه حلاوه كذلك محمره ومطحونه، وعندي ربعه ديال النافع كذلك محمر ومطحون، وعندي السكر كلاصي. كما قلت لكم هنا الزيت البلديه والزبده مذوبين. هانتوما البنات غنبداو على بركه الله. كندير إلان، كما قلت لكم نص كيلو ديال الإلان محمر ومطحون، نص كيلو ديال الحمص حتى هو محمر ومطحون، ونص كيلو ديال زريعه الكتان كذلك محمره ومطحونه، كذلك نص كيلو ديال الصوجه محمره ومطحونه. ان شاء الله غير تبعوا معايا المراحل غادي يجيكم ناجح. بالنسبه للمبتدئات اللي ما عمرها ما قدات سليلو، كما قلت لكم هذه الطريقه ديال الوالده راه سنين واعوام عفوا وهي كتستعمل كدير هذه الطريقه، واللي ذاقوا عندها كيشكروا. عندي ربعه ديال النافع، غادي ندير غير النص ديالها تقريبا. هذه الطريقه ما غاديش ندير ديك الربعه كامله ديال النافع. غادي ندير نص كذلك ربعه ديال حبه حلاوه كما قلت لكم حتى هي محمره ومطحونه. غادي نضيف سكر كلاصي، والسكر كلاصي كيبقى الحلاوه على حسب الذوق، كل واش كيفضل. كاين اللي بغى الحلاوه تكون كثيره، كاين اللي كيبغيها يكون شويه ناقص حلاوه. ونبدا نخلط بهذه الطريقه. كما كتلاحظوا راه قلت لكم الوالده هي اللي غادي تخدم معكم سليلو او السفوف. ان شاء الله غير تبعوا المراحل غادي يعجبكم وغادي ينال الاعجاب ديالكم، وحتى المذاق كيكون ولا اروع. كما كتلاحظوا تخلط هذوك النواشف، من بعد غادي تبدا تضيف باقي المقادير. كما تلاحظوا ما تنساونيش البنات من اللايكات ديالكم وبارطاجيو القناه. ان شاء الله راه مرور الفيديو ديال ستيلو غادي نشارك معكم كذلك الشباكيه. والله يدخل علينا رمضان بالصحه والسلامه، لا فاقدين ولا مفقودين، والله يرحم الموتى ديالنا في هذه العواشر المباركه. كنزيد البنات كيلو ديال الزنجلان كما قلت لكم حتى هو محمر ومطحون، كنضيف نص كيلو ديال الكاوكاو حتى هو محمر ومطحون، وكنضيف كيلو ديال اللوز كما كتلاحظوا حتى هو محمر ومطحون. كما قلت لكم غير تبعوا الطريقه يجيكم ناجح. وبالنسبه للبنات اللي باغي يدير نصف الكميه راه ممكن. بالنسبه للوز والزنجلان هما اللي كيكونوا غالبين في الكميه، اما باقي المقادير زريعه الكتان الا الحمص الصوجه كدير فيهم نفس المقدار. بحال اللي الناس هما جوج الناس ولا هذا بغاتي دير غديري ربعه ديال زريعه الكتان وربعه ديال
الصوجا، وربعه ديال الحماص، وربعه ديال الإيلان، وربعه ديال الكاوكاو. وبالنسبه للوز غديري نص كيلو ديال اللوز ونص كيلو ديال الجنجلان. انا ان شاء الله غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف كما العاده. وكما قلت لكم اللي بغى يدير نصف المقادير يديرها، بغى يدير المقادير كاملين يديرهم على حسب عدد الاشخاص وعلى حسب الامكانيه ديال كل واحد. كنبدا نخلط بهذه الطريقه كما كتلاحظوا. ان شاء الله غير تتبعوا المراحل غيجيكم ناجح. وراه سليلو البنات راه ماشي شي حاجه صعيبه كما كتلاحظوا، كلشي كيكون هو صعيب غير في التنقيه ديالو وفي الطريقه ديال التحمار وهذا. اما من بعد ملي كتبغي تخلطي راه يجيك ساهل. وان شاء الله رمضان على الابواب والمزيد من الشهيوات والوصفات ان شاء الله. كونوا في التتبع ديال القناه ديالنا. كتلاحظوا كتحاولوا تدخلوا داك العناصر، داك اللوز وكاوكاو والزنجلان اللي مطحونين، كتحاولوا تدخلوهم في باقي النواشف اللي الحمص وايلان والصوجا وزريعه الكتان والنافع وحبه حلاوه. كما كتلاحظوا طريقه الخدمه ديالو بهذه الطريقه. الناس ملي خلط العناصر كما كتلاحظوا راه كيحتاج شويه ديال التخلاط باش ما يبقاش مكركب ليك. كتخدميه مزيان، كتنقصي كما قلت لكم ما مصورش معكم، كتنقصيه شويه في شي بانيو وكتبداي تفركي شويه بشويه بهذه الطريقه. دابا الناس غادي نضيف الدقيق. الدقيق كما قلت لكم البنات محمر. بالنسبه عندي 2 كيلو ديال الفرص وكيلو ديال القمح. غنبدا نكبو على سليلو بهذه الطريقه ونبدا نخلط العناصر باش تدخل في بعضياتها كما كتلاحظوا. ان شاء الله البنات ما تنساونيش من الدعم ديالكم واللايكات اللي كيحفزوني نحط لكم اكثر واكثر ديال الوصفات. راه ملي كتشوفي الدعم وكتشوفي شويه المشاهده طالعه وكيكونوا تعاليق محفزه وهذا كتحفزي تصوري فيديوهات وكتكون عندك العزيمه والاراده باش تقلبي على وصفات جداد وهذا وتصوري. وراه هادشي ديال التصوير والمونتاج واي حاجه راه ما ساهلاش. ما تنسونيش البنات من الدعم ديالكم، الله يجازيكم بخير. كما كتلاحظوا الوالده ديالي بدات كتدخل داك الدقيق مع التقيوتات ديال سليلو بهذه الطريقه. كنضيف البنات داك الكميه اللي بقات ليا ديال السكر كلاصي بهذه الطريقه. كاين اللي كيبغي العسل يدير فيه العسل على حسب كل واحد. كما كتلاحظوا البنات كندخل كما كتلاحظوا البنات كما قلت لكم دخلت هذاك السكر كلاصي مع الدقيق والتقيوتات ديال سليلو. دابا غادي نبدا نضيف الزبده والزيت. كما قلت لكم انا درت الزيت العود والزبده. هانتوما البنات دابا غنبدا نضيف الزيت والزبده ديالي بهذه الطريقه. كما قلت لكم استعملت الزيت البلديه ونبدا نخلط شويه بشويه. ان شاء الله كما قلت لكم تبعوا المراحل راه غادي يجيكم ناجح من اول الاستعمال. وهذه راه الطريقه ديال الوالده ديالي سنين وهي كتستعملها، واللي ضاق عندها سليلو كيشكرو وكيسولها اشنو درت فيه. كما كتلاحظوا راه شويه كيبغي مجهود ديال التخلط، حتى حاجه راه ما ساهله. وما تنساوش البنات من اللايكات ديالكم والتعاليق. وبالنسبه اللي عندها اي تساؤل تخلي لي في التعليق، راه كنجاوب على جميع التعاليق وكنقراهم كاملين. اللي عندها شي تساؤل ولا شي حاجه تحطها ليا، واللي بغات شي وصفه على حسب رمضان اللي داخل وهذا مرحبا على الراس والعين. كما كتلاحظوا كتحاول تدخل ديك الزبده والزيت مع الخليط ديال سليلو بالطريقه. ما كتلاحظوا غادي تضيف شويه بشويه داك الزبده والزيت. كما كتلاحظوا راه بدا سليلو كيتجمع. عفوا هادشي كيقول سليلو، كاين اللي كيقول سفوف على حسب كل واحد هو. كما قلت لكم ان شاء الله غير تبعوا المراحل والطريقه بالتفصيل راه غادي يجيكم نجاح. وكما قلت لكم اللي بغى يدير نصف الكميه يدير نصف الكميه. بالنسبه لزريعه الكتان وايلان والحمص والصوجا كيكون وكاوكاو كيكونوا نفس الكميه. مثلا كديري نص كيلو واللوز كديري كيلو
بالنسبه اللي بغيتي ديري نص الكميه وبغيتي غدير شي حاجه قليله، ديري ربعه الكاوكاو وربعه وربعه ايلان وربعه زريت الكتان وربعه الحمص وربعه الصوجه، وكما قلت لكم النافع وحبه حلاوه ديري 2 معالق 2 معالق. وبالنسبه للزنجلان واللوز كديري نص كيلو اللوز ونص كيلو ديال الزنجلان. بالنسبه للزبده والزيت راه على حسب شحال كيحتاج لك السليلو، على حسب شحال كيحتاج لك الخليط. وكما قلت لكم خليت هذه ابار واحد الربعه ديال اللوز اللي سلقتها وقشرتها وعاود قليتها في الزيت. بالنسبه للقلي ديالها كديريها في الزيت البارد حتى توجد لك تتحمر وكطفي عليها. عفوا الماكينه ديال المطيشه باش نفكوها نشوفوا والسردين كناخذ فيها الراس الغليظ وكنبدا نهرمش هاد اللوز اللي خليت باش نضيفو في الاخير. نتمنى يكون واضح لكم. غادي نهرمشو في الماكينه ونرجع معكم. انتم البنات من بعد ما هرمشت هذاك اللوز ديالي كيجي على هذا الشكل. دابا غادي نضيفو على باقي الخليط ديال السليلو باش يجي مقرمش، يكون فيه ديك التقرميشه في السليلو. كنبدا ندخلو بهذه الطريقه كما كتلاحظوا. كما قلت لكم البنات غادي نزوقوا السليلو ديالي وغادي نقدمو معكم ونرجع باش نوريكم الشكل النهائي باش قدمته. كما كتلاحظوا هكا كيجي السلو ديالي في الشكل ديالو الاخير. حاولت نزوقو على هذه الطريقه. ان شاء الله الله يدخل علينا رمضان بالصحه والسلامه. وما تنسونيش من التعاليق واللايكات ديالكم. خليتكم في امان الله وحفظه. الى فيديو قادم ان شاء الله.